مثل ما انتم شايفين هاي طفلة عم تحضر حفلة الشامي بأمان الله. اجا الشعب العربي، الشعب الجبار، الشعب الحارق الماحق، هذا الشعب ما في مثله بالتاريخ. اجا وترك كل شيء، حرفيا ترك كل شيء، ترك اخوته اللي عم بيموتوا بغزة، ترك اطفال غزة اللي عم بيموتوا، السيف بيوتهم عم بيوقع على رؤوسهم، ركض لي على هالبنت وعم ينتقدها، وشوفوا هالبنت حف شامي ومهقورة وشوف كيف عم تبكي وكذا. انت شو بدك فيها؟ انت يعني بدي افهم كيف مخكم انتو، شو بدكم بالبنت؟ بنت مسكينة، انتو هلا سويتوها هالبنت حالات اكتئاب، مو حالات، جميع الاكتئاب سويتوها بهالبنت. بس شو بدي احكي غير حسب الله ونعم الوكيل عليكم. والله هلا شو، والله هلا بيطلع لي واحد بيقول لي انت بتحب الشامي وانت بتموت الشامي. يعني مين هو هذا الشامي؟ بس قولوا لي مين هو. شفت واحد قاعد عم بيغني، انا عم دافع عن البنت، والله ما عم دافع انا كرمال الشامي، طز فيه طز بمحبينه كمان، بس انا عم دافع عن البنت. انتوا سويتوا لها بهالبنت حالات اكتئاب، انتوا بهالعمل اللي عملتوها. واحد كبير واحد صغير بيطلع بيحكي عنه، وشوفوا كيف حرام وتأثير. شو بدك انت فيها؟ بنت بتحب هذا الفنان، انت شو خصة لأمك فيها؟ وبس حبيت اطلع احكي لانه الموضوع زاد كتير عن حده، وبعده الشعب العربي من هبوط لهبوط اكتر واكتر واكتر. وبس لا تنسوا تدعوا لاخوتنا بغزة، اللهم انصرهم وانصرهم على الظالمين. وبس مع السلامة.